ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ طبعا كلنا عارفين قصة سفاح المعمورة، والحقيقة القصة دي مرعبة من زاويتين. الزاوية الأولى فكرة ان يبقى في حد من أهلك بيتعرض لموقف مرعب زي ده فتروح للقسم ما يعملكش حاجة. المفترض ان ضابط المباحث ده بيلقطها وهي طايرة يعني، والأيام دي في العصر ده مستحيل ان انت تعجز عن تعقب بني ادم. يعني في حاجة اسمها تتبع الموبايل، في كاميرات، في كروت البنك. فالتقصير الشديد ده يعني لو كان ما حصلش يمكن كانوا انقذوا ارواح كتير. فالشخص او الجهة اللي راح لها البلاغ ده وما تعملش فيه حاجة لازم يتحاسب. الزاوية التانية وده الموضوع الرئيسي اللي هتكلم فيه النهاردة هي فكرة الأقنعة. المجرم المتدين عاشق اللغة العربية ومحب الشيخ الشعراوي. طبعا الدين هو القناع اللي له جمهور أكبر في مصر، بس لا هو القناع الوحيد ولا ده الموقف الوحيد ولا احنا حتى الشعب الوحيد اللي يحصل معاه ده. من ساعة الثورة واحنا مرينا بمواقف كتير جدا، وده للأسف من الحاجات اللي خلت الناس تفقد الثقة في كل حاجة، لناس كانت بتنادي بمبادئ عظيمة جدا وتتصرف عكسها أو حتى تتمسك في فضايح مشينة. نسبة لا بأس بها من فضايح التحرش ارتكبها مثقفين وناشطين حقوقيين كانت بداية شهرة بعضهم فتح جرائم التحرش التي ارتكبها آخرون. خد سيادتك تاكسي لأي حزب سياسي من اللي بيرقصوا ناس ملوا التلفزيون كلام عن تمكين الشباب واتفرج عليهم وهم بيمسحوا بالشباب دول بلاط الحزب. في مذيع شهير من أعمدة التطبيل في مصر، يعني كانت من الحاجات اللي بتؤرقه وعامله له أزمة في حياته الرقصات، حوش الرقصات، الناس اللي بتغني مع الرقصات، لحد ما في ناس اتخنقت من دور مدرس التاريخ اللي هو عايشه عليهم ده وطلعوا اتكلموا بقى لا الراجل ده من عشاق السهر في الملاهي الليلية في مصر. والمصيبه ان هو ما نفاش، قال لك انا بتعزم بس ما ببصش. لكن انا اخشى بس ان يكون بعض افلامك اكد هذه الفكره عن طريق انت استخدمت المراه كسلعه جنسيه كثيرا في افلامك. لا، انا عمري ما استخدمت المراه كسلعه. انا بقى يعني اي حد يستخدم المراه كسلعه يبقى حقير. انا عمري ما استخدمت المراه كسلعه. انا بشاور ان المجتمع شايفها سلعه. في أمريكا من يجي 15-20 سنة كده، في بلد صغيرة يعني مجتمع كله عارف بعضه، فوجئوا بأن البوليس بيحاوط بيت دكتور سنان مشهور جدا ومحبوب جدا ومشهور بأنه الدكتور المغني لأنه بيتصل بمرضى في أعياد ميلادهم يغني لهم. ففوجئوا بأن البوليس بيتهموا بالاستغلال الجنسي للأطفال، وطبعا الناس ثارت وطالبوا أنه هو لازم لما يخرج بالسلامة يقضيهم لأن سمعة الناس مش لعبة، إلا أنهم اتفاجئوا أنه هو اعترف. طيب ليه في حالة زي كده؟ يعني ده لا واحد مشهور ولا هو سياسي عايز أصوات، ليه؟ ايه تفسير السلوكيات دي؟ التفسير في هذا المشهد المذهل المرعب من فيلم ميرامار. النفس البشرية من نفس البشرية، السبكونشس من السبكونشس. في نظريتين بيفسروا الموضوع ده. الأولى هي المورال كلينسينج أو التطهر الأخلاقي لو كانت الترجمة دقيقة. يعني البني آدم العادي لما بيعمل حاجة ضميره يوجعه عليها بيحاول يعوضها بحاجة كويسة، زي حضرتك كده لما تتصدق أو تصلي ركعتين من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. البني آدم اللي بيرتكب سلوك مرضي بقى، اغتصاب، تحرش، ظلم كبير في حق حد، بيبالغ في التعويض ده بكل الأقوال والأفعال الطيبة الممكنة. تدين بقى، ثقافة عالية، ذوق رفيع، جمع تبرعات، دفاع عن المظلومين. هيرسم صورة براقة بشكل مبالغ فيه عن نفسه. لا ده مش بس كده، ده قصاد الناس هيبالغ في ان هو يدين الانتهاك اللي هو بيرتكبه في الخفاء اكتر من اي حد تاني، مش بس علشان يرسم قناع قصاد الناس، لا علشان صورته قصاد نفسه هو، لان هو ضميره برضو ما ماتش بنسبة 100%، في حتة صاحية ووجعاه، فعلشان يصلح قصاد نفسه صورته اللي اتدمرت دي. نجيب محفوظ عارف هو بيتكلم في ايه. في فيلم ميرامار للي ما شافوش، وده بالمناسبة فايته كتير جدا، شخصية عبد الرحمن علي بيقنع حبيبته انها تتطلق علشان يتجوزوا، بعدها اخوه بيهدده بان دي ست لها ملف في السياسة وان ده هيأذيني كظابط، فبيتخلى عنها بعد ما كانت خلاص طلبت الطلاق. فلما بيعرف ان يوسف شعبان راح خطب المدرسة بعد ما عشم شادية بالجواز، بيهجم عليه بمنتهى الشراسة بعزم ما فيه، وبعد كده بيضربه وبيعتقد ان هو قتله وبيروح يعترف وبيتباهى بكده، ودي حاجة مش هتفيده، ده شيء كفيل ان هو يوديه في داهية. بس هو
مش قادر يصلح الغلطة اللي هو عملها، فبيفش فيه غله من نفسه، من قرفه من اللي هو عمله. مفيش اي حد في الواقفين يتخيل ان البني ادم ده عمل بالظبط الشيء اللي هو بيهاجمه ده. النفس البشرية من النفس البشرية، السبكونشس من السبكونشس. الجارديان في مرة قالت ان الناس اللي بتضطهد السود في الشغل هم الاعلى صوتا في انتقاد العنصرية ضد السود. احنا نفسنا على السوشيال ميديا لما ينزل اي برومو المسلسل لازم تلاقي كمية مهولة من الرياكتيف انجري والسباب في المسلسل، لان رمضان ده المفروض شهر للعبادة، وحقيقي رمضان شهر للعبادة، واذكركم ونفسي بان من الافضل ان احنا منضيعش وقت. بس هي الفكرة ان نسبة لا بأس بها من الناس اللي بتقول الكلام ده مش هتطبع على المسلسلات. فكتير من الناس في كل حتة بتتصرف بمنطق ان انا في حاجة بعملها مش قادر او مش عايز ابطلها، فعلى الاقل احذر الناس منها. في سبب كمان غير السبب النفسي، انها بتبقى سكة. يعني في كتير من الناس اللي بتستغل الاطفال جنسيا بتشتغل في جمعيات حماية الاطفال من الاستغلال الجنسي، لان دي اسهل وسيلة الواحد يبقى محاط بيها باطفال كتير. وعلى رأي يوسف السباعي لما الست فاتن حمامة قالت في فيلم شيء في حياتي قد ايه الكذب بيبقى سهل لو الانسان موضع ثقة. بالنسبة لحقوق المرأة، فكتير من الإخوة الرجالة بيعتقدوا إن الدخلة دي بتجيب، يعني اللي هو دماغك عجباني وأنا بحب الست القوية والمجتمع ما بيحترمش المرأة وقلبي على مصر انفطر والحاجات دي. بعدها بنيجي للمرحلة التانية اللي هو مش انتي متحررة؟ طيب ما يلا بقى يعني. ودي كانت شغالة حتى في بلاد الفرنجة، يعني حتى سيمون دي بوفوار جابت سيرتها، بس زي ما تقولوا بطلت هناك يعني. إنما هنا لسه في ناس بتجربها، بس نصيحة هي اتشمت وشكلها عبيط جدا. نيجي للنظرية التانية بقى، وتعتبر عكس النظرية الأولانية، اسمها المورال لايسنسنج أو بالبلدي كده التبرير. يعني في الحالة الأولى الإنسان بيعمل حاجة وحشة فيداريها بحاجة كويسة، في الحالة دي بقى الإنسان بيعمل حاجات كويسة فيبتدي يدي لنفسه الحق إنه يعمل حاجات وحشة. مثلا ممكن يبقى في داعية المادة بتاعته ممتازة بس هو مادي جدا ما يعرفش أبوه في الفلوس، فهو غالبا بيبررها لنفسه بأن الله مش أنا بفيد الناس، يعني مستكترين عليا إن أنا أأمن نفسي ماديا. واحد مناضل سياسي كبارة بس بصبصاتي أمرتي اي حاجة. في دراسة عجيبة جدا بتقولك ان الكتب اللي بتتكلم عن الاخلاق بتتسرق من المكتبات بمعدلات اعلى من الكتب التانية، وغالبا للسبب ده. والامثلة كتير بقى. بعيدا عن القصص المريضة دي، ممكن يكون في انسان كويس بس هو مش نبي وبيغلط، انسان كويس واساء التقدير. ممكن يكون في انسان ما هوش منافق ولا حاجة بس مر باختبارات او اتحط في ظروف لقى فيها ان تطبيق المبادئ اللي كان بينادي بيها على ارض الواقع اصعب مما كان يتخيل. في فيلم امريكي ستيناتي حلو قوي بيناقش القصة دي، اسمه Guess Who is Coming to Dinner، عن عيلة غنية محترمة بتؤمن بالمساواة بين البيض والسود وبتنبذ التفرقة العنصرية. بتفاجأ ان بنتهم جايبه لهم سيدني بواتيه علشان تتجوزوا. طيب احنا ناس مؤمنين ان احنا كبشر سواسية، بس لدرجة بنتنا تتجوزوا يعني؟ فالمشكلة مش منظرنا قدامها، منظرنا قصاد نفسنا ايه. فهنا بيناقش لك قصة الناس الطيبين لما يتحطوا في اختبار صعب قصاد نفسهم حوالين تطبيق مبادئهم هم. وكما قال الأبنودي ذات مرة، الواحد دايما بيجاهد انه يبقى على مستوى المبادئ اللي بينادي بيها. يعني الناس الكويسة بتجاهد نفسها برضو، ومفيش حد متسق مع نفسه 100%. المشكلة ان الناس بتتطلع او كانت بتتطلع للمثقفين والشخصيات العامة باعتبارهم قدوة، يعني في تصرفات معينة ما يصحش ان هي تصدر عنهم. فلما حصلت مواقف كتيرة بمعدلات كبيرة الحقيقة في السنين اللي فاتت للناس بتقول حاجات وتعمل عكسها، فده صدم الناس صدمة كبيرة خلتهم يفقدوا الثقة في كل حاجة. وده كان من ضمن العوامل اللي خلقت فراغ ما لقاش حد يملاه، فالتلفزيون والتيك توك اتملى بنفايات. طيب ايه الحل؟ نعرف منين مين الصادق ومين الكذاب؟ والله اللي يقول ان عنده اجابة 100% يبقى كذاب. بس اول هام بالنسبة لي على الاقل، المثالية الزائدة بتعتبر جرس خطر. والمثل اللي انا بحب اضربه دايما ان كان في علاقة صداقة غريبة لاغلب الناس ما بين احمد فؤاد نجم الله يرحمه ونجيب ساويرس، وان كانت مش غريبة ولا حاجة، الاتنين برج الجوزاء. فمنى الحسيني بتسأل احمد فؤاد نجم سؤال ناري بقى، بتستفيد منه ماديا؟ فهو قال لها ده هو لو ما ادانيش انا اقول له هات.
يعني لو هو بيعرفه علشان المادة فعلا، او لو هو انسان مدعي كان هيقول لها لا طبعا شرف تشريفة مش عارف ايه. انما بالنسبة له الله يرحمه كانت الحكاية ابسط من كده. صاحبي لما بتزنق ماديا بعتمد عليه، ايه المشكلة؟ فالانسان السوي الطبيعي بيبقى متصالح مع كل تفاصيل حياته سواء عجبت او ما عجبتش. ثانيا احنا بقى محتاجين نتعلم نفرق بفضل تراكم الخبرات والتجربة والخطأ وكل الحاجات العجيبة اللي بنشوفها دي ما بين انسان كويس وعنده نقطة ضعف لان هو بني ادم عادي مش نبي، وما بين بني ادم مؤذي فعلا ما ينفعش ان احنا نثق فيه، وما بين بني ادم يعني ارتكب غلطة كبيرة من حقنا ان احنا نتصدم وناخد وقتنا فيها وبعد كده نسامحه او نديله فرصة تانية، وما بين البني ادم اللي بيرتكب اخطاء مش من حقنا ان احنا نتكلم فيها لانها تخصه هو ما بتعودش علينا في شيء. كمان يا ريت اللي شايف نفسه ملطوط في حاجة كبيرة يا ريت يسيب الشرف لاصحابه ويبتعد عن المجال العام وما يقولش كلام كبير لان الناس كفرت. واللي عايز يروح الكباريه يروح، بس ما يحطش في برومو البرنامج بتاعه انما الامم والاخلاق ما بقيت. اذكركم ونفسي ان اللي بيعمل غلطة ما حبكش يحذر الناس من الغلطة دي بالتحديد، يعني من باب ان انا مش قادر ابطل فعلى الاقل احذر الناس. يعني المنطق ده خلق ناس مشوهة نفسيا كتير. اخيرا يعني اتمنى ان شويه المعلومات اللي قلناهم دول يعني مش هيمنعوا الصدمه تماما مع كل موقف لشخص يقول ما لا يفعل، بس على الاقل ما نتخضش اكتر من اللازم ونقول لا خلاص مش هنثق في حد والدنيا بقت مش عارف ايه. لا، هي بتحصل كتير وبتحصل في كل المجتمعات. شكرا يا جماعه، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله.